فانا هنا بقى ايه، خلصت الطرقه ومسحتها بعد ما كنت كنستها. البتاع ده حلو قوي، الباص ده لازم تجيبوه يا جماعه، سحر والله العظيم. وهمي وهمي وهمي. دخلت بقى على الحمام الكبير اللي بين الاوض. قلت يعني دي العامله بتاعت كل يوم، اللي هو اعمل الحوض والقعده والبانيو وكده، ده كل يوم. بس العميق اللي هو بقى اعمل السيراميك والحيطان والحاجات دي والشبابيك وكده، ده كل فترة بصراحة. بس انا لازم كل يوم اغسل الحمام بتاعي بالفينيك والكلور وكده والحوض والكلام ده، الحمام ده والحمام بتاع الأوضة. بس حمام الضيوف قلت لكم بعمله كل فترة، لان هو قليل قوي لما حد بيدخله. لما يكون عندنا حد او مثلا يكون الولاد طالعين هدومهم متبهدله، فدخلهم عليه الاول اللي يغيروا قبل ما يدخلوا يستحموا في الحمام الكبير كده. فاستخدامه بسيط جدا. وانا كده كده دايما ببقى قافله ابواب الحمامات في البيت، وانتي لازم كمان تعملي كده. فهو كده كده يعني محدش بيدخله، لازم عايزه اقول لكم تبقى على طول نضيف. فارجع بقى عايزه اقول لكم ايه، لازم باب الحمام في البيت يبقى مقفول يا جماعه، لازم ايا كان فين، في الصاله، في الاوضه، في بره، في اي حته في الطرقه، لازم باب الحمام يكون مقفول، نصيحه. وما تسيبيش هدومك في الحمام، ما تسيبيش هدومك تعلقيها ورا باب الحمام وترجعي تلبسيها، لا. بص انا هنا بقى خرجت، كانوا هم صحيوا، فدخلت بقى كده عشان اعمل فطار ونفطر كلنا مع بعض. زي ما قلت لكم انا اكلت موزه مع النسكافيه. لما هم صحوا بقى قلت نعمل فطار يلا كلنا مع بعض ونفطر. فعندي عجينه طعميه، طلعتها حطيت عليها بيضه وشويه كزبره، عندك سمسم برضو حطي، وحطيت رشه بيكنج باودر. جربي تحمري الطعميه كده هتبقى حلوه قوي وهشه وجميله بالبيض، تحفه. بحط عليها البيضه كده، في عايزه تحطي بيضتين اوكي. البيض ده بقى انا عاملاه عشان هحمره، هعمله اومليت كده بموتزاريلا. انا حاطه الموتزاريلا اهو، تفك التفريز بتاعها، مش بسخنها لا، بتفك التلج منها عشان تبقى سايبه من بعضها كده، ما تبقاش رخمه وماسكه في بعضها. فعندي البيض اللي هعمله الاومليت ده، وعندي خس كابوتشا هقطعه. اللحمه دي انا مطلعها عشان نعمل الغدا، هنبقى نعمله مع بعض ان شاء الله. فانا مطلعها تفك من بدري كده عشان ما اجيش ساعه ما اجي اعمل الاكله اتزنق واللحمه مش راضيه تفك وادخلها تفك في الميكرويف والجو ده. عندي بقى الحله بتاعه الزيت، حاطه فيها الزيت اهو يسخن، وحاطه الطاسه اللي هعمل فيها البيض، وجبت طبق اطلع عليه الطعميه في كلينكس عشان الزيت بتاع الطعميه. بمسكها بقى كده بايدي لما الزيت يكون سخن وارميها كده وسط الزيت. طبعا ما كنتش معليه عليها قوي علشان تستوي تمام. شوفوا خلصت البيت وعملت الفطار وخلصت حاجة الفطار وعملت المطبخ وكل ده. هفضل اقول لكم كده من الصحيان بدري، وقاعده اهو فاضيه بعمل لكم الفيديو، وهفضل مريحه لحد ما يجي الميعاد اللي هقوم اطبخ فيه. بس قاعده وكل حاجتي زي الفل تمام. ما تكسلوش يا حبايبي، قوموا شوفوا وراكوا ايه، وراكي اي حاجه انجزيها، تنظيف، نزول، طلوع، تعملي شوبينج للبيت، تعملي اي حاجه. قومي وما تكسليش، كل اللي وراه حاجه يقوم عشان محدش هينفعكم ومحدش هيعمل لكم حاجه. نيجي بقى نبطل رغي، بقى نبطل رغي. بس انا يعني بتكلم معاكم كأنكم عيلتي يعني والله. انا مش بنصحكم، انا بقول لكم على اللي انا بعمله، فهي بالنسبه لي نفعاني وحاجه حلوه ومفيده في حياتي، فبقول لكم عليها يعني، نشارك بعض الحاجات المفيده. هنا بقى بقطع الكابوتشا كده واغسله، ما لقيتش عندي طماطم للاسف، بس مش مشكله، ولو اني بحب قوي الطماطم مع الطعميه. فقطعت الكابوتشا والطعمية بتتحمر والزيت بيسخن بتاع البيض، السمنة قصدي. بصوا هنا بقى بعمل بقى الطعمية هي بتتحمر، هوريكم شكلها دلوقتي. البيض طلع وهمي، البيض ما تبقاش منه اي حاجة. الموتزاريلا بتاعت الاطباء دي حلوة قوي، هاتوها، نوعها جميل جدا ومش غالية. خلاص كده كان الفطار بتاعي خلص والفيديو بتاعي خلص، مرضتش اطوله عليكم اكتر من كده، بس حبيت اوريكم فطاري المتواضع. يعني بيض وطعمية، عندي فول بس قلت كفاية الطعمية، وحتة جبنة من التلاجة على زيتونتين. وبعد ما نخلص بقى كوباية الشاي، او اللي بيحب القهوة يشرب قهوة. وفطار جميل ولذيذ ويفضل مشبعنا لحد ما نيجي نتغدى. او بقى لو انتي كده تاكلي سناك ما بين قبل ما تعملي الغدا، يعني تعملي سناك للي في البيت. انا كده غطيته بالحاجه الطاسه عشان الموتزاريلا تسيح معايا.
لاني لو سبتها مكشوفه الموتزاريلا هتاخد وقت عبال ما تسيح والاومليت بتاعي يتحرق. شوفوا طالع حلو ازاي. هوريكم دلوقتي الفطار بتاعي كله. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون روتيني الصباحي عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى حطوا لي لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا في القناه واعملوا شير. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.